نعمل النهارده تورتة ريد فيلفت بطعم وطريقة تحفة تكاد تكون أحلى ريد فيلفت هتاكلوها في حياتكم، احتفالًا بوصولنا ل1000 مشترك، عقبال المليون مشترك إن شاء الله. لو عجبتكم الوصفة لايك وشير كتير للفيديو، وما تنسوش سبسكرايب في القناة. اول خطوه معانا في تورته الريد فيلفت، بضيف بيضتين كبار وعليهم معلقه صغيره فانيليا، يكون بدرجه حراره الغرفه يعني ما يكونش خارج من التلاجة، ونضربهم كده لحد القوام ما يبقى كريمي كده وفومي وفلافي، والبيض لونه يبقى فاتح خالص. خلاص كده البيض بعد ما وصل للقوام واللون ده كده، بضيف بقى دلوقتي عليه السكر، دول كوبايه وربع سكر، ونفضل نخلط برده لحد السكر ما يدوب خالص ويختلط خالص مع البيض. بصوا خلاص كده الخليط بقى كريمي معايا، وبصوا لونه بيتحول من الاصفر بيبقى لونه ابيض كده. انزل بقى دلوقتي بالزيت، بصوا دي نص كوباية زيت، وانزل برضو بنص كوباية زبدة سايحة بس مش سخنة، وانزل بإزازة كاملة لون أحمر جل، بالمعلقة هيبقى ما يعادل معلقتين كبار. شايفين لون التورتة وهي لسه مستوتش؟ روعة. أضيف عليها تلتين كوباية زبادي، دي بقى تلت كوباية لبن. نضرب برضو شوية، معلقة صغيرة بيكنج صودا. بصوا نجيب هنا بقى كوبايتين ونص دقيق، وعليهم ربع معلقه صغيره ملح، ومعلقه صغيره كيك شيف، ومعلقه صغيره كاكاو خام، وننخلهم مرتين. هفضيه برضو على 3 مرات، عشان لو فضيته على مره واحده البيض والهواء اللي دخلناه ده دلوقتي هيهبط. بصوا مهم قوي برضو بعد ما بخلص خطوه المضرب لازم اخدها كده واقلبها كده من تحت لفوق. بصوا دي صينيه مقاس 24، بدهنها كده دهنه سمنه، وبعد كده ببدرها برضو كده برشه دقيق خفيفه. بدخلها بقى فرن سابق التسخين على 180، يعني الفرن يكون متسخن قبل كده حوالي ربع ساعة في الرف اللي في النص. خلاص كده الكيكة طلعت معانا، قعدت معانا بالظبط 45 دقيقة في الفرن. يفضل والأصح إن احنا نسيبها تبرد خالص حوالي ساعة ساعتين كده ولا حاجة، وبعدين نشتغل فيها. ما ينفعش أشتغل فيها خالص قبل ساعتين. أول خطوة معانا بقى في الكريمة بتاعت الريد فيلفت، ننزل بكوباية كريمة خفق ونضربها لوحدها الأول. ضربنا الكريمه كده لحد حجمها ما تضاعف وبقت بالشكل ده. نضيف عليها بقى الجبنه الكريمي اللي انا مستعملاها دي وزنها بالظبط 380 جرام، كوبايه سكر باودر، ونص كوبايه زبده. ناخدهم بقى كده برضو ونضربهم مع بعض، ونضيف عليها معلقه صغيره فانيليا. بصوا بقى جبنا دلوقتي عجينه سكر لونها احمر، وجبنا المولد السيليكون ده على شكل شفايف عشان ندلع الريد فيلفت على الاخر. بصوا بناخدها نطريها كده الاول معانا، نحطها كده في القالب بقى ونخليها تاخد شكل الشفايف. نقلبها بقى كده، شايفين الشكل؟ واو. خلاص كده الكيكه بردت خالص معايا. بصوا اول حاجه بقطع وش الكيكه كده من فوق، ناخد الوش ده بقى كده، نجيب بقى المنشار بتاع تقطيع الكيك، بصوا بيبقى شكله كده، ونظبطه على رقم 9. شايفين لون التورته؟ نحط كده نحط عليها التورته، ونحط شويه كريمه كده برضو من تحت عشان دول اللي هيثبتوا لي التورتايه يخلوها ما تتحركش. بصوا بقى ده سيرب عملناه عشان نسقي بيه الكيكه، نص كوبايه ميه، معلقه كبيره سكر، نص معلقه صغيره فانيليا سائله اللي هي بيبقى لونها بني. نحط كريمه كده في اول طبقه. بصوا اخر طبقه بقى بحطها من فوق خالص، اللي هي بتبقى تحت خالص في الكيك، دي اللي بنحطها فوق وش التورتايه كده. نسقيها برضو بالسيرب اللي عملناه. بصوا ده بقى وش التورته اللي شلناه في الاول خالص، ناخده بقى نحطه هنا ونضربه عشان انا عايزاه يبقى مفتفت خالص. بصوا انا حسيت ان وش الكيكه كان ملزق معايا كده، وما اتضرب كان ملزق، فضفت عليه معلقه كبيره دقيق. شايفين المنظر؟ تحفه. خلاص كده الريد فيلفت خلصت معانا، وده شكلها، لازم تجربوها حقيقي روعة. جربوها واكتبوا لي رأيكم في التعليقات.